ايه هي فكرة الوايرلس تشارج وازاي اقدر اوصل كهرباء بدون سلك؟ هنرجع لسنة 1821 لما مايكل فاراداي اكتشف إن ممكن سلكة بتعدي فيها كهرباء لما تحطها جنب مغناطيس السلكة تتحرك لوحدها. لو جبت سلك ملفوف وعديت فيه كهرباء هيعمل حواليه مجال مغناطيسي. لو جبت سلك بقى ملفوف تاني وعديت فيه كهرباء وحطيته جنبه السلك التاني هيتحرك. لو شلت بقى منه الكهرباء وانا اللي حركته بايدي السلك التاني ده هيمشي فيه كهرباء. طب لو ولا عديت فيه كهرباء ولا حركته وجيت رجعت للسلك الاولاني فضلت اعلي الكهرباء واوطيها واعلي الكهرباء واوطيها، ساعتها هتتولد برضو كهرباء في السلك التاني، ودوت الميوتوال اندكشن بتاع ثانويه عامه. الميوتوال اندكشن او الحث المتبادل واللي اكتشفه جوزيف هنري او فاراداي حوالي سنه 1832 هو الفكره اللي ورا الوايرلس تشارجنج واللي عملوه في القرن ال21. ببساطه الشاحن بيكون فيه اندكشن كويل او السلك الملفوف اللي قلنا عليه بيعدي فيه تيار فيولد مجال مغناطيسي بيحوط الشاحن، وبتغيير تيار الكهرباء اللي في الشاحن المجال المغناطيسي كله اللي حوالين الشاحن بيتغير، وده بيخلي يحصل ميوتوال اندكشن بينه وما بين لفه السلك اللي في التليفون. لفه السلك اللي في التليفون دي هي الريسيفنج كويل، فبالتالي هيتولد في التليفون كهرباء بس بتعلى وتوطى. التليفون بياخد الكهرباء دي يصلحها يخليها مستقره ويعديها على البطاريه يشحنها.